السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فيديو جديد من قناة مروة علوة على اليوتيوب. قبل ما تبتدي الفيديو يا ريت تدعم الفيديو ده باللايك، سبسكرايب، ما تنساش تفعل زر الجرس لو مش مفعله، وباذن الله الفيديو يعجبك. وهنتكلم في الحلقة النهارده باين من العنوان ومن الحلقة ومن التيشيرت ومن الكابشن من كل حاجة باينة ان احنا هنتكلم عن ماتش الاهلي. بص يا باشا، اول حاجة هبتدي معاك فيها ان احنا هنتكلم عن ماتش الاهلي وصن داونز في القاهرة. هل كان لازم ان هو يبتدي تشكيلة دفاعية؟ لا. طب ابتدى بيها ليه؟ عند في نفسه وخوف وجبن وكل حاجة. الكلام اللي انت سمعته ده حقيقي مليون في المية. مفيش تفسير منطقي لمدرب بيلعب وسط في ملعبه وسط 70,000 متفرج من جمهوره، مفيش حتى 1000 منهم من الجمهور المنافس. من الاخر يعني انا اهو على الاقل لو انا اللي بدرب الفريق على الاقل هبتدي بتشكيلة 4-3-3. احمد رضا يا عم ورانا عطيه، انت عايز تدافع رجعهم ورا مع الاربعه، يبقى انت كده موقف كام؟ 6 ورا، وقدامك كام قدام بيدافعوا بيهاجموا 4؟ امام عاشور، اشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر، وجراديشار. بس التشكيله دي على الاقل كانت تضمن لك خطوره، وكانت تضمن لك خطوره اكبر، هجمات اكتر، فرص تسجيل اكبر واكبر، وانك تسجل اصلا فرصتك اكبر، لان هم فرقه دفاعيا مفشوخه. الدفاع بتاعها مفشوخ، مفيش دفاع. اللعيبه عندهم ما تفهمش فيها ايه في الدفاع. هي جنوب افريقيا طول عمرها مفيش دفاع. نص الملعب بتاعهم فشيخ، الهجوم بتاعهم يعني حاجه صعبه، الهجوم بتاعهم حاجه صعبه فعلا لاي دفاع. طب دلوقتي انت اعتمدت على ايه؟ اداء الرجولي لياسر ابراهيم. مفيش شتيمه، ياسر ابراهيم ما غلطش لما الكره خبطت فيه، يعمل ايه؟ ياسر ابراهيم اداء رجولي، رامي ربيعه اداء رجولي، اشرف داري عالمي عالمي عالمي، وما تحسش بغير محمد عبد المنعم، مع ان انا شايف ان محمد عبد المنعم برده كان جامد جدا، بس وكان لو كان محمد عبد المنعم واشرف داري كنت هشوف ثنائيه دفاعيه اوف. بس برده لا، رامي ربيعه وياسر ابراهيم مقدمين ماتشات حلوه. محمد هاني اداء رجولي، مصطفى العشي مقدم ماتش حلو، امام عاشور يا قادر تخرجه ماشي خلاص. انت كده كده تمت اقالتك وفيك اللي مكفيك دلوقتي، واتضربت بالازايز برضو يعني. يعني بصوا الصوره دي والله العظيم، لا صوره تحزن. مش دي النهايه اللي احنا كنا نتمنى منك يا كولر والله خالص. مش دي اللي احنا كنا عايزينها، ولا دي اللي احنا عارفينها، ولا دي ولا ده انت اللي احنا عارفينه، ولا ده لا 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 مش ده. بس يلا انت جبت نهايتك لغايه ايدك، تمام. خلاص بالنسبه للماتش، خلاص دقيقه جون في الدقيقه 90، سيناريو صعب قوي ووحش قوي ورخم قوي. بس يلا قدر الله ما شاء فعل، ودي جت عشان تفوقك قبل ضرب كاس العالم. يعني انت خدت قلم على قفاك دلوقتي يا اهلي ويا اداره، ان كاس العالم اللي جاي مش هزار، وان انت لازم تفكر، وان انت كنت ماشي بطريق غلط بان انت مكمل مع كولر وماسك فيه في ايديك واسنانك. وخلي بالك انا كنت مع كابتن خطيب في ده، لان انت دلوقتي لو هتجازف خلاص، لو كنت هتاخد ريسك لا كنت خده من بدري، لكن دلوقتي انت خدت الريسك في وقت، في شهرين المدرب الجديد اتمنى ان هو يلحق يعمل حاجه باذن الله، خاصه ان الاسم اللي مرشح هو اسم كبير جدا. تمام. تمت اقاله كولر. الجهاز المعاون طبعا هيظهر لكم هنا البيان بكل حاجه. من الاخر كده هو بيقول لك يعني ملخص البيان ان عماد النحاس هو المدرب، محمد شوقي هيفضل قاعد وهيمسك المدير العام بدل سامي قمصان، وان محمد يوسف بدل محمد رمضان. واصلا محمد رمضان ده ما كانش ينفع يتعين من الاول، لان هو حرفيا الراجل ما عملش اي جديد. يعني هو الراجل ما بيعملش حاجه غير انه قاعد على الدكه وعامل كده وبيتفرج على الماتش زينا زيه ولابس بنطلون ضيق. بس هو ده محمد رمضان. بس مفيش شغل، انا مش شايف حاجه، مفيش كلام. يعني محمد شوقي في ماتش ارسنال داوز كان قايم ويعافر وبتاع. انا مش قصدي ان المعافره دي حاجه حلوه، بس تحس ان هو لا، في شخصيه وفي لعيبه ويقول له يلا، وفي تشجيع وفي حماس كده في على الدكه. ما تحسش ان الدكه كلها نايمه كده زي دكه ريال مدريد كلها قاعده ماسكه البان مع انشيلوتي وقاعدين مثلا، لا، في حته حماس كده محمد شوقي. فطبعا محمد رمضان كان لازم يمشي من بدري. ثالث حاجه والاخيره في الحلقه بتاعتنا النهارده هو اسم المدرب الجديد المرشح. اسم المدرب الجديد المرشح هو مارك روزا، مدرب الماني درب بروسيا دورتموند، اسمه ايه ده، ريد بول، و مدرب تقيل، وهتبقى نقله جامده جدا في مستوى المدربين اللي دخلت القاره هنا، خصوصا مع بيراميدز، لان بيراميدز معاهم يعني ماتش بيراميدز بقول لك ايه، فرقه بيراميدز دي فشيخه دلوقتي قوي. فالخطيب وفر لك امكانيات تاكله. بس ما كنتش حابب ان دي تبقى نهايتك، وحابب اقول لكم باذن الله اللي جاي خير، وما تنسوش تشيروا الفيديو لكل اصحابكم. سلام.